السلام عليكم، انا انس خالد وحلقه النهارده بعنوان افضل 10 افلام في 2023 من حيث الايرادات على مستوى العالم. دول افضل 10 افلام في 2023 من حيث الارقام فقط لا غير، من حيث الايرادات الفلوس بس، لكن ملهاش اي علاقه بان الفيلم ده حلو او الفيلم ده وحش. من غير ما نطول في المقدمه طبعا نخش على المركز العاشر على طول. نبدا القائمه بفيلم تبع عالم مارفل، والفيلم اللي معانا هو فيلم انت مان الجزء الثالث، واللي جمع ايرادات 476 مليون و71 الف و180 دولار. ونروح للمركز التاسع فيلم إليمنتال أو مدينة العناصر. صراحة أنا مبسوط إن في فيلم من ديزني موجود معانا في القائمة دي. وفيلم مدينة العناصر جمع إيرادات على مستوى العالم تقدر ب 496 مليون و176 ألف 105 دولار. ونروح للمركز الثامن فيلم المهم المستحيل حساب الموتى الجزء الأول، واللي جمع إيرادات تقدر 567 مليون و535 ألف و383 دولار. ونروح للمركز السابع فيلم الحرية الصغيرة، واللي جمع إيرادات تقدر 569 مليون و626 ألف و289 دولار، وفارق 2 مليون دولار بس عن المركز اللي قبليه. ونروح للمركز السادس فيلم الأنيميشن الرائع والعظيم من أفضل 10 أفلام شفتهم السنة دي، سبايدر مان عالم العنكبوت، واللي جمع إيرادات تقدر ب 690 مليون و516 ألف و673 دولار. ونروح للمركز الخامس السلسلة اللي بدأت من 22 سنة ولسه موجودة معانا في القايمة، لا وكمان من التوب 5، فيلم فاست اكس، واللي جمع ايرادات تقدر ب 704 مليون 875 الف و15 دولار. هقول لك معلومة بسيطة هتوضح لك قد ايه الشعب الامريكي غالبا فقد الشغف في السلسلة دي. 79% و3 من ايرادات الفيلم كانت بره امريكا، يعني غالبا يعتبر 80% من الايرادات بره امريكا. فعلى ما اعتقد الجزء الجاي لو ما كانش حلو احتمال ما يجمعش فلوس اصلا في امريكا او يجمع فلوس قليله خالص. ونروح للمركز الرابع من افضل افلام السنه ومن افضل افلام مارفل في الفتره الاخيره، وتاني فيلم موجود لمارفل معانا في القائمه دي، والفيلم رقم 32 في سلسله عالم مارفل، ومع ذلك مارفل لسه موجوده على القمه. فيلمين في التوب 10 على مستوى العالم، من ضمنهم فيلم في المركز الرابع واللي هو فيلم حراس المجره الجزء الثالث، واللي جمع ايرادات تقدر ب 845 مليون و555 الف و777 دولار. روح للمركز الثالث رائعة كريستوفر نولان والفيلم العالمي اوبنهايمر، واللي جمع ايرادات تقدر ب 952 مليون دولار 11450 دولار. ونروح للمركز الثاني فيلم الاخوان سوبر ماريو الفيلم، واللي جمع ايرادات تقدر ب مليار 361 مليون و818 الف و17 دولار. ونروح للمركز الاول اكتر فيلم حقق ايرادات في 2023، وهو فيلم باربي، واللي جمع ايرادات تقدر بمليار 441 مليون و820 الف 820 الف 453 دولار. اكتر فيلم جمع ايرادات، اكتر فيلم عمل بروباجندا على مستوى العالم، اكتر فيلم من حيث الدعايه، افضل فيلم من حيث الدعايه في السنين الاخيره. فيلم صراحه عامل ايرادات خزعبليه مقارنه بالافلام الموجوده في 2023. ومعلومه بسيطه عن الفيلم جمع ايرادات بره امريكا 806 مليون دولار، وغالبا كده هو اكتر فيلم جمع ايرادات بره امريكا، وعلى ما اعتقد برضه يكاد يكون اكتر فيلم جمع ايرادات جوه امريكا. ففيلم ناجح على مستوى العالم وناجح على مستوى دوله امريكا. فشابوه صراحة على الأرقام الخزعبلية دي، اللي أنا مش عارف هي على إيه أصلا، بس هو رقم عظيم. أعتقد دخل كده قائمة أكتر 20 فيلم جمع إيرادات في التاريخ أصلا. وسؤال الحلقة إيه أكتر فيلم في القائمة دي شايف إن هو واخد تقييم أعلى من اللي يستحقه؟ أنا بالنسبة لي فيلم باربي وفاست إكس. أنا مش عارف هما بيعملوا إيه هنا أصلا. كده تكون الحلقة خلصت. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، وسلام.